السلام عليكم. والله زي ما بقول لك كده، شاب في عمر الأربعين، شاب عادي في عمر الأربعين عايش حياته. مرض هذا الشاب مرضا شديدا، فجلست أمه بجانبه. أمه قعدت جنبه لما شايفاه مرض مرض يعني شديد، عافانا الله وإياكم. فبكت أمه عليه، فقال لها: يا أماه ما يبكيك؟ فقالت: أحزن لحالك يا بني، أنا تعبان يا ابني عشان المرض اللي أنت فيه ده. فقال لها، فبكى هو أيضا وقال لها: يا أماه، لو كان حسابي بين يديك أنت هتعمل إيه؟ فقالت له: كنت أسامحك، أنا كنت هسامحك يا ابني، ده أنت ابني ضنايا، ضنا غالي. فقال لا، ولكني أعلم أنني ذاهب إلى ربي وهو أحن وأرحم بي منك. حقيقة الله رحيم بعباده، كريم، وأحن عليك من أمك وأبوك. فربنا عمل لك إيه علشان تقصر في حق الله؟ ارجع. إن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني طالما انت فيك نفس يبقى قدامك فرصة. ارجع. اليوم الذي انت تعيش فيه، او اليوم الذي تعيش فيه، عمل ولا حساب، لكن بعد الموت حساب ولا عمل، علشان هتروح هناك وهتتمنى انك ترجع. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص، ما الموضوع عدى من ايدك. اديناك وهديناه النجدين، ما احنا كنا جايين لك في طريقين. طيب انت حاليا عايش، فيك الروح، فيك النفس، يبقى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما تيأس، رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء. طب خد الآية دي كده: اعلموا أن الله غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ربنا شديد عقاب، لكن في الناحية الثانية غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ لمن قدم التوبة، لمن أراد التوبة، لمن عمل صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فربنا يا رب يرزقنا وإياكم التوبة النصوحة والهداية والتوفيق والسداد. يوفقنا ربنا إن شاء الله لما يحب ويرضى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.